السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي اللي بره مصر وجوه مصر، طبعا مع قناتي اللعبة الحلوة. طبعا مبروك للنادي الأهلي 6-1. طبعا الأهلي طبعا بقى أول المجموعة، عنده 7 نقط بفرق نقطتين عليه أورلاندو بايرز. طبعا الناس كلها فرحانة الماتش وحزينة في نفس الوقت على اللي حصل امبارح من لعيبة النادي الأهلي. طبعا اللعيبة أهانوا الجمهور، يعني الشناوي وكهربا ومحمد رمضان. اللعيبه عايزه تحتفل باللعيبه، بينادوا عليهم عشان يروحوا لهم يحتفلوا لهم. اولا الجمهور هو اللي عمل النادي، يعني يا كابتن محمد رمضان الجمهور بينادي عليكم. واصلا من اول الماتش الجمهور ما شتمش حد. الجمهور قال للشناوي 3 كلمات: يا شناوي ارفع ايدك، الجمهور هو سيدك. ادي اول، ما شتمش الشناوي. تاني حاجه: يا شناوي بلاش غرور، خد كهربا ويلا غور. عايزين لعيبه رجاله وانتوا لعيبه عاده. فين الشتيمه؟ الجمهور ما شتمش حد. الجمهور ما شتمش حد. الجمهور بيروح من الساعه 2 الظهر ومن الساعه 10 الصبح عشان يفرحوا ماتش 7 بالليل. الجمهور بيعاني، يعني بيفضل قاعد وبيعرف ان بيحب النادي الاهلي ورا النادي الاهلي. يعني الجمهور هو اللي عمل اللعيبه، مش مستني ان هو يحصل منه كده خالص. بصراحه انا زعلان، يعني اللعيبه الجمهور بينادي عليهم ولا كانوا شايفينهم، راح شتموهم في الاخر. تصفير شتموهم. بينادي عليك عشان يحييك، واولا الجمهور زعلان منك من ماتش باتشوكا. الجمهور هو ده الاساس، زعلان منكم من اللي انتوا عملتوه. كهربا طبعا ضيع ضربه جزاء وضيعنا، عمر كمال ضيعنا. طبعا الماتش طبعا شفت عليك الماتش بتاع باتشوكا وطلع راح لحد دلوقتي الناس بتتفرج على ماتش الاهلي وزعلانه. بطوله انتر كونتيننتال لحد دلوقتي الناس كلها زعلانه. بس احنا حاولنا نفوق امبارح ونتفرج على الماتش، والاهلي طبعا سخن لعبوا على ماتش حلو. حسين الشحات وطبعا شابوه لاسامه ابو علي، هاتريك 3 اجوان، ده خلف عليه طبعا. واحنا فرحنا الاهلي طلع اول المجموعه. بس حركه بتاعت امبارح الجمهور زعلت ناس كتير. بصراحه الناس كلها زعلت من اللعيبه. يعني المفروض يعني اللعيبه بتنادي عليكم وبتحبكم وبتساندكم، المفروض خلاص بقى نروح سقفوا. محمد الشناوي ورامي ربيع عايزين يسقفوا وعايزين يروحوا الاهلي. كهرباء يلا 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 يلا، ولكن حد بيكلمهم. ايه ده؟ قله الذوق دي، قله ذوق بصراحه من لعيبه الاهلي. طبعا كده ما ينفعش. يا لعيبه بلاش تثوروا غضب الجمهور. الجمهور لو ثار هتزعلوا. والمشكله ان اقول لكم على حاجه، طبعا الكابتن محمود الخطيب قال لهم يوم الجمعه اللي فاتت قبل ماتش بلوزداد دوت لعب، قال لهم هتلعبوا ماتش ان شاء الله بلوزداد والجمهور هيجوا عليكم عشان الجمهور زعلان. اي حاجه الجمهور هيقولها استحملوا، عارفين ان البطوله ضيعتوها. اي حاجه الجمهور هيجي عليكم استحملوا، ساندوا الجمهور. طبعا كل سنه وانتم طيبين. طبعا لما الجمهور سخنت وعمالين يتكلموا، طبعا اللعيبه طبعا كل سنه وانتم طيبين خدوا اللعيبه دخلوا على جوه. ده سبب غضب محمود الخطيب. محمود الخطيب هيعمل بيان اعتذار للجمهور بما حدث مباراة امس. وطبعا فتح تحقيق اليوم مع كابتن محمد رمضان والشناوي. طبعا اقول لهم ايه اللي حصل يخليكم الامور توصل لكده؟ ليه وانا حذرتكم في التدريب من يوم الجمعه اللي فاتت ان انتم ما تقولوش الجمهور؟ ليه قله الذوق من اللعيبه؟ يا جدعان الجمهور هو ده اللي واقف وراكم، هو ده اللي بيدعمكم. من غير الجمهور مش هتوش اي حاجه. ان احنا نهون الجمهور، الاهلي ملوش ده اي حاجه. انا دلوقتي ما بنهنش بطولات الاهلي وما بنهنش رموز الاهلي. الاهلي من غير جمهور ما يسواش، اي فرقه من غير الجمهور ما تسواش. بس انت عارفين الاهلي بيآزر. ايه المشكله؟ كانت لك بيان: احنا عايزين بلاش استهتار وعايزين لعيبه رجاله. احنا من غير بطولات مش هنسواش. ايه المشكله؟ ولا شتم لفظ ولا قال ولا قال ولا قال ولا قال. اما انتوا خرجتوا هم شتموا بقى. شفتوا وصلوا لحد ايه؟ هم شتموا اللعيبه. حتى الاداره قاعده طبعا عمالين يشتموا. طبعا الاداره اتضايقت من كتر شتيمه الجمهور. ما حصلتش ان الجمهور يغضب خلاص كده. بلاش تغضبوا الجمهور. يا بعد اذن الناس اللعيبه اللي حصل امبارح لازم يحصل بيان يا كابتن محمود الخطيب على بما حصل امبارح. لازم ينزل بيان اعتذار لازم عشان الجمهور زعلان. حتى لو انت كسبت 10 واحد 15 واحد، بس ما ينفعش اللي حصل امبارح. انا عمال اتكلم على الحوار ان بصراحه يعني الناس كلها متضايقه. بلاش تثور غضب الجمهور. طبعا هقول لك على حاجه خاص ببريستاو.
طبعا الاهلي كلم وكيله تاني مره ولا تالت مره، قال له دور على عرض في الخليج، والايام اللي جايه بريستاو هيروح الخليج، والفلوس اللي هيجيبها هياخدها واتكل على الله. بريستاو مش هيكمل. اما بالنسبه لرضا سليم عنده الام في الركبه، والنهارده ان شاء الله هيحصل لكشف طبي واشاعه عشان نشوف هيقعد قد ايه في الغياب. طبعا رضا سليم بره مستواه خالص. رضا سليم عشان كل سنه وأنت طيب يا رضا سليم. ولا هو ولا بريستاو بيأدوا زي ما هم احنا عايزينه، يعني اشتراهم بدولارات ومبالغ. بريستاو اداك بس دلوقتي بيلعب بمزاج، يلعب شويه يجيب جون ويروح مريح، عارف ان هو ماشي، يعني يلعب يا ما يلعبش كده انا ماشي، مش حاطط في دماغه. لكن رضا سليم الناس كلها بتدعم رضا سليم. طبعا رضا سليم لما لعب امبارح كل شويه خبطات ويقع، مش ده مستواه. ده كان في الجيش الملكي مقطع الدنيا، مقطع الدنيا في الجيش الملكي، مش عارف ماله. طبعا هو اتصاب وربنا يشفيه. لقطه نازله امبارح على السوشيال ميديا، واحد بينزلها فاتح كافيه بيتفرج على ماتش الاهلي، اللي قاعدين على الكافيه 5 تنفار، 5 تنفار بس بيتفرجوا على ماتش الاهلي على الكافيه. قال لك بص، بص انتوا عملتوا فينا ايه؟ ناس ما عندهاش نفس تتفرج على الماتش، ما عندهاش نفس. هات اي حد اهلاوي ماشي في الشارع قول الاهلي بيلعب هيقعد يتفرج، بس قاعد وهو قرفان. طب جول ماشي خلاص، 4-0 ماشي، 4-1 ماشي، 5-1 برضه الناس لسه زعلانه، وانا من الناس انا زعلان، وربنا ما نفسي اتفرج على كوره. بس مش بعد ده كله الجمهور يتهان. ما ينفعش ده كله الجمهور يتهان. الجمهور هو رقم واحد، الجمهور هو رقم واحد بعد اذن الناس. غير كده غير كده اي فريق من غير جمهور مفيش. ده حتى يعني برضه نزل لقطه تاني، اول ما كهربا نزل الماتش الناس على القهوه مشي. شفت وصلوا الناس لايه؟ سووا مشي راح ماشيين. الناس زهقت، ما بقتش عايزه تشوف كهربا في الملعب. حركه الشناوي طبعا من حوالي من حوالي ماتشين بقول لهم انا عايز امشي امشي امشي، واحد قال له عايز تمشي ما تمشي، ما تمشي يا شناوي مش تقف عليك ولا على غيرك. قال له لا انا عايز امشي عشان اخش جوه، لا امشي. عشان كده الجمهور قال مش الشناوي، هم ما شتموش بس قالوا يا شناوي يلا غور، يا شناوي بلاش غرور، خد كهربا ويلا غور. ده رد من اللي الشناوي عمله. هو شتم اب وشتم اب، مش حد يشتم. ده خلى عشان كده بعد الماتش الناس عايزه تتكلم مع الاهلي خدوا وشه. عشان كده جمال ثابت مش عايز الناس تاخد في نفسها، يعني مش عايز اللعبه تتغر. بعد اذن الناس اللعبه ما تتغرش، لازم ينزل بيان ان الاهلي يعتذر للجمهور عشان تدخل على بطولات. لازم الاهلي عشان خاطر الناس ترجع تاني وتتفاعل وتحب النادي الاهلي لازم ينزل بيان، وان شاء الله محمود الخطيب ينزل بيان اعتذار للجماهير. طبعا لسه مفيش اي كلام على اي مهاجم ولا اي دفاع ولا اي نص ملعب، عشان الناس كلها ما تقول لك ده الاهلي خلص، الاهلي مش مخلص على اي حاجه، كله كلام. الصفقات كلها على السوشيال ميديا كله كلام، ولا خلصنا في مهاجم ولا خلصنا في مدافع ولا خلصنا في اي حاجه، كله مفيش اي حاجه، مفيش اخبار لسه، او شغالين في صمت، مفيش اي حاجه ظهرت خالص. كله عمال لك ده هناخد رومان دياز، ده هناخد مش عارف مين، وهناخد كريستيانو، وهناخد مش عارف ميسي، مفيش اي حاجه، كل ده اخبار مفيش صحيحه. في حاجه طبعا عاوز اقول لحضرتك عليها بخصوص القندوسي. القندوسي بيدعم النادي الاهلي بيدعم النادي الاهلي في المونديال. انا عايز اقول كلمه لاداره النادي الاهلي، ايه المشكله ما ترجعوا القندوسي؟ ايه المشكله؟ انت لعيب جبته ما كملش عندك، ولا موسم ما كملش عندك، ما كملش ومشيته، راح سيراميكا متالق ومقطع الدنيا، لعب ماتش قدام الزمالك ملوش حل. قندوسي ملوش حل، نص ملعب تلاقيه يلعب يمين، تلاقيه يلعب في اي حته، لعيب جوكر. في حاجه عن القندوسي الناس مش واخده بالها، القندوسي في حته احنا مش هنقول كلها، في حته من ابو تريكه، واد رجليه ثابته على الارض بيشوف برجليه الاثنين. انا مش بقول زي ابو تريكه طبعا، بس في حته من ابو تريكه، واد شويه رجليه على الجون ملهاش حل. ده كان بيلعب الزمالك لوحده، قندوسي كان مقطع الدنيا وراح ملبس كوبري. طب مش هفضل اليمين عشان محدش يزعل. احنا عايزين القندوسي يرجع تاني الاهلي محتاج القندوسي والله. ايه المشكله لما يعتذر ويرجع؟ امام عاشور عمل مشكله واعتذر ورجع، كهربا عمل نايبه وفي السوبر واعتذر ورجع، ايه المشكله لما القندوسي يرجع؟ احنا بنناشد اداره النادي الاهلي ترجع القندوسي عشان لو اتباع
لسيراميكا الزمالك هياخده، ومستني الزمالك هياخده. استاذ ممدوح عباس مستني ان الاهلي يبيعه لسيراميكا، هوب هيتلقط. وافتكروا الكلام ده كويس. وربنا الاهلي لو ساب سيراميكا، لو ساب كندوسي، الزمالك هيلقطهم سيراميكا وهيخلص فيه على طول. لان الزمالك حاطط عينه عليه، لانه كان عايزه من الاول والاهلي خده. الاهلي كان الزمالك هو اللي حط عينه على كندوسي والاهلي خده. في الاخر الاهلي باعه وما استفدناش بيه حاجه. واول ما راحوا واخدينه، هياخدوا استاذ محمود عباس، هياخدوا على طول. افتكروا الكلام ده كويس. بعد اذن الناس احنا عايزين الكندوسي، احنا محتاجينه. وعايز اقول لك على حاجه بخصوص احمد عبد القادر. احمد عبد القادر لحد دلوقتي ما حدش كلمه في اي حاجه. كولر قال لك لا مش عاوزه في يناير، خليه اخر السنه. وما حدش كلمه، هو اتعرض عليه بس لسه ما حدش قال حاجه على احمد عبد القادر. وكولر برضو لحد وقتنا هذا رافض مدير الكوره في النادي الاهلي. قال لك محمد رمضان هو موجود، مش عايز مدير كوره. هو اللي رافض المنصب ده. انا مش عارف لحد دلوقتي اسمعوا كلام كولر ليه؟ يعني كولر ماسك عليكم زله؟ ليه؟ ما تجيب يا عم تاني، وجيب واحد مدير تعاقدات يجيب اللعيبه. يا عم كولر انت مدير الاهلي ما تسواش. الاهلي هو اللي بيعمل المدربين، مش المدربين تعمل النادي الاهلي. لو جبت اي مدرب مصري هيعمل احسن من كولر. احنا ما بنقللش من كولر خالص، بس ما تتغرش في نفسك يعني. اي حد مكانه هيجيب بطولات. لعيبه الاهلي يعني زي الشوكه والسكينه، انت بتتحرك. انت الشوط الاولاني امبارح، الشوط الاولاني في ماتش بتاع بلوزداد اللي هو امبارح امس يعني، لان كان الشوط الاولاني كان ضايع. غير بس وسام ابو علي حط جون. الشوط الثاني اهلي راح غير الخطه بتاعته، قال لي اجوان وقعد تحط فتحت مع الاهلي. تتغرش يا عم كولر. لازم لجنه التخطيط تتدخل. انا مش عارف ليه ساكته ليه؟ انتوا ساكتين ليه؟ المفروض تجيبوا لعيبه. ده عشان شهر يناير يعتبر دخل علينا. عايزين مهاجمين وعايزين باكات وعايزين نص ملعب. تدخلونا على معمعه جامده، افريقيا وكاس عالم. عايزين ندعم النادي الاهلي. وارجو من النادي الاهلي بيان اعتذار للجمهور. عمال اقول شويه جمهور لان الناس الجمهور زعلان، والله العظيم الجمهور زعلان. ده كان فيديوهاتنا معانا النهارده. كانت اخبارنا النهارده ان النادي الاهلي. على قناه اللعبه الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.